السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة. السبسي كيف ما شفتوا من العنوان هذا الفيديو راك درتو شحال هادي وحيدتو واش حيدتو ولا باقي حيدتو واقيلا مبقيتش عاقل. المهم العقدة المغربية شي الافلام. عقدة المغاربة مع اللغات. كتحاب واش توقف الفيديو ما وقفش انا تبلونطيت. المهم عقدة المغاربة مع اللغات. هذا الموضوع بغيت ندوي فيه حيت عندنا عقدة وخاص هذا الشيء فهمتي تبارطاجا حيت ما كندويش فيه. ما كاينش شي واحد زعما خرج ودوا حتى دوك اللي كيخرجوا كينتقدوا ولا كيدويو في هذا الموضوع ما كيقيسوش المشكل فين كاين فهمتي. بحال كيقيسوا النتيجه ما كيقيسوش المشكل وهذا مشكل انك ما تعرفش المشكل. ما يمكنش انت باغي داوي واحد الجرح فهمتي كتمشي لهاد البلاصه. دابا الجرح كاين هنا والبلاصه اللي كينتشر لها الالم كتمشي تداويها. لا خاصك تمشي تقيس الجرح باش تداوي الجرح باش ما يبقاش حتى هنا كيضرك. فهمتوا البلان كي داير. حنايا من صغرنا وحنايا عندنا المشكل مع الفرنسي. اغلب المغاربه الا راه عارفين واحد النسبه ديال قال لك تتراوح ما بين 20% ولا اقل اللي هادوك كابرين كيعيشوا على الطريقه الفرنسيه. يعني كلشي كيدوا بالفرنسي. كاين كاع اللي فيهم ما كيعرفش الدارجه وما تصدموش. انا نهار عرفتها تقريبا دابا شي تقريبا 6 سنين للوراء. هاك 6 سنين 5 سنين للوراء عرفت حيت تلاقيت مع شخص انه كيدوي بالفرنسي عادي ما كيعرفش الدارجه. انا كنت كنصحابو جاي من فرنسا يعني مغربي مولود في فرنسا. حتى قالوا لي صحابو لا هذا راه مغربي مولود في المغرب يعني. ولكن هما بحال هكا في دارهم كيدوا بالفرنسي كبر كيسمع فرنسي وهادو الناس كيتعداو على ولادهم يعني. هو دابا ما انتيغريش في بلادو يعني. يعني شحال يتنصب عليه وشحال ديال المشاكل يواجه عارفين ماشي كيليميني ديال الكيليمينيات. كاين كيليمينات كيدوي بالدارجه لا كيليميني ديال الكيليمينيات يعني لغته ما كيدويش بها. راه شي حاجه ما كتدخلش للدماغ اصاحبي. راه الهويه ما كايناش فهمتي. راه اللغه راه ثقافتك وهويتك يعني. ما كايناش اللغه 50% ديال الهويه ما كايناش فهمتي. يعني دابا تقول لي هذا مثال شعبي هذا شي يفهم فهمتي. قاوري علاش هو الموضوع. علاش كاين هذا علاش كاين هذه النتيجه او هذا السبب ديال ان الناس كيدويو بلغه اجنبيه. حنايا كنا عندنا عقده من الفرنسيه حيت كاين ناس ما عرفوش يتعلموها. باش نكون معكم صريح كاين ثلاثه كتبوش على ريوسنا. كاين ثلاثه الانواع ديال المغاربه ما عندهمش مشكل مع الفرنسي فهمتي. خلينا دوك دابا حيدنا دوك اللي كيدويو هما كابرين بها بعد دوك لغتهم الام كتسمى لغتهم الام ماشي لغتهم الدارجه حيت ما كيدويوش هو الدارجه. كاين واحد ثلاثه مغاربه اللي كيدويو بالدارجه وداك الشيء يعني من دوك كدا 70% اللي بقات ما عندهمش مشكل مع الفرنسي حيت هو كيدوي بها مزيان طياره فهمتي. تعلمها اما كان با استاذ علمها ليه ما عندوش ديك العقده فهمتي. يعني ما عندوش ديك المشكل ديال ان لا لغه المستعمر لا عادي كيدوي بها عادي كيف ما كيدوي بالدارجه. يعني يجي يدوي معاك بالدارجه يمشي في خدمته ولا سميتو يدوي بالفرنسي ما عندوش مشكل. كاين هذا النوع ياك. وهذا ما تلقاش كاع كينتقد الفرنسي ولا كينتقد في شي لغه اجنبيه عنده عادي. كاين النوع الثاني اللي كيدوي بالفرنسي وكتلقاه مسكين تسخسخ باش يتعلمها فهمتي. وكيفضل انه يدوي بالدارجه يعني ما كيخلطش. كاين واحد النوع هذا النوع الاولاني تلقاه يقدر يخلط يبدا يخلط بزاف. غتلاحظوا كاين شي مغاربه وانت تظن انه لاباس عليه زعما من هذوك عيديه القوم ولا هو تلقاه احياء شعبيه والاحياء متوسطه ولكن كيبغي يخلط الفرنسي حيت هو شويه كيكون قاري فهمتي. كيكونوا ماستر كيكون فهمتي الدكتوراه الى اخره كيكون قاري كيبدا يخلط فرنسي ولكن راه عادي بحالك بحال. كاين هذا النوع كي قلنا. كاين النوع اللي هو كيدوي بها وكاع ما تعرفوا كيدوي بها وكتلقى كيدوي حتى لونجلي وعادي ما تعرفوش. وانا كنفضل هذا النوع فهمتي. كتلقى كيتعلم لغات اكثر كيدوي معاك بالدارجه فهمتي. الا كاين اجنبي ما يفهموش يدوي معاه بلغته. الا كان كيعرف لونجلي راه يدوي معاه بالونجلي بالفرنسي يدوي معاه بالفرنسي. وانا بغيت بحال هكا بغيت هادشي اللي يكون حيت هادشي هو الهدف ديال اللغه.
اللغه الهدف ديالها الاساسي هو التواصل، فهمتي. وباش كاين اخر وحدين هادو اللي كتسمعوهم بزاف، غتسمعوهم في لي جروب وكتلقاهم دابا مابقاوش كيكتبوا حتى بالحروف بالالفابي الفرنسيه ا بي سي، مابقاوش كيكتبوا بها، كيكتبوا بالعربيه. لغتنا العربيه وهي راه ماشي لغته العربيه، هو شلح، فهمتي. كلنا امازيغ، سير رجع بغيتي لغتك الهويه ديالك ورجع لهذوك التفيناغ وكتب بهم، راه كاينين دابا في الكلافي وكاينين تيليشارجيهم وكتب بهم، هذيك هي لغتك. واش هي العربيه؟ حنا ماشي عرب. الا بغيتي باش مابقاوش نكذبوا على راسنا، انت عندك عقده، انت ما قدرتيش على الفرونسي ولا ما قدرتيش على اللونجلي تعلمها وما مسروطاش لك. والسبب باش ما نبقاوش نكذبوا على راسنا ونكونوا واقعيين، فهمتي. حيت قلت لكم كاين هذا النوع هو ما كيعرفش الفرونسي وما كيحملهاش، سخسخاتو بغا يقرا في لافاك كيقراو بالفرونسي وخلاتو ما يفاليديش موديولات وداكشي، كره هذيك اللغه، ما كرهش المستعمر، فهمتي. حيت كل كره المستعمر ما يقولش لك باغي يمشي لبرا، باغي يمشي لفرنسا. وهذا النوع هذا سكيزوفرينيا، فهمتي. كيكره الفرونسي وكيقول لك لا دوا سميتو تعطيه الفيزا يمشي لفرنسا، فهمتي. كوميم ولا يقول لك مستعمر فرنسا ويقول لك نمشي لبلجيكا، يعني بلجيكا ما استعمراتش. نمشي للصبليون، الصبليون ما استعمراتكش. نمشي لميريكان ما استعمراتش، وباقا دابا كتعدى على خوتنا الفلسطينيين. خلينا راه كتفضحها راسك اصاحبي ولا صاحبتي، راه كتفضحوا ريوسكم، فهمتي. حيت راه قال لك تبع كذاب حتى لباب الدار. هادشي ماشي انا ما عارفكش، انت اصلا تقدر تتفرج وتكعى تكتب لي شي كومونتير خايب، ولكن هادشي لمصلحتك انت ومصلحه بلادنا حنا والهويه ديالنا وثقافتنا المغربيه، فهمتي. راه كاين مشكل كبير في هذه القضيه ديال اللغات. شوف عقليه المغرب، عقليه المغربي فيها شي عيوب. الحمد لله كاين حوايج زوينين ولكن كاين حوايج خايبين. هادشي كاين في كل ثقافه. تشد اي بلاد دير بحال الخريطه ودير بحال اي يديك طاحت في شي بلاد غتلقى في ديك البلاد العيوب، حوايج خايبين حوايج زوين. داكشي الله قالنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. علاش غنتعارفوا؟ فهمتي. شعوب وقبائل، يعني في بلادك كاين قبائل، فهمتي. ها قبيله هادو، ها الزايانيين، ها سميتو، ها هادي الى اخره، فهمتي. ها الصحراويين، ها العروبيين، الى اخره. هذوك العروبيين بدويين، اما هما راه ما كاين ماشي بربر ولكن امازيغ، ولكن بدو، فهمتوا. العروبيه زعما ماشي عربي، هذه باش نصحوها. حيت شفت في الجزيره شبه الجزيره العربيه كاين البدو. شنو تقول لي هذاك عروبي ولا اخر؟ شنو هو العروبي ديال العرب ولا شنو؟ يعني بدوي هذاك. حنا هذاك عروبي كنقولوا عروبي عشان انا عروبي، انا مخلط هاجس دجاج كروازي. انا زاياني كتبان من الشكل، زاياني داودي، يعني داوديين هما اصلا المغاربه كلهم. ما نقدروش نكذبوا على راسنا وديال نبقى نعاود نفس سميتو، ما كنبغيش انا العنصريه وداكشي، ولكن دي حقيقه كتقول الحقيقه، فهمتي. بحال ملي تقول فرنسي راه ملي كترجع التاريخ ديالو ها هما فرنسيين، ها التاريخ ديالهم الى اخره. حنا تاريخنا امازيغي، ولكن اللي بقينا كنرجعوا للادم، يعني هي ما هي، فهمنا. كلنا خوت اللي باش نحيدوها زعما. اش ما كنحماش انا عنصريه. هذاك كيقول هذاك عروبي والاخر كيقول ليه شلح وداك الشيء، ما عنديش معاه. المهم باش ما ندخلش في موضوع اخر، هاد العقده اللي قلت لكم عند هاد خوتنا، شو دخلنا التيفيناغ، شوف فين وصلنا. هاد خوتنا اللي كيقول لك لا العربيه وبداو كيكتبوا بالعربيه، من حقكم. اي واحد بغى يدير شي حاجه من حقه، غير ما تفرضهاش على الاخر، فهمتوا البلان كيداير. ما تفرض. وانا علاش كنقول لكم لا، ماشي كنفرض على الناس وكنبارطاجي مع المعلومه ان لا ما خاصناش ندويو بشي لغات اجنبيه من غير الدارجه، فهمتي. حيت كتفقد هويتك وكتفقد ثقافتك، فهمتي. واصلا راه الشوهه، راه تقولوا عرفتي الناس ملي كيعرفوا كاينين ناس اخر. عرفتي دابا الفرنسيين اللي مستعمريننا كيشوفوا فينا بحال حنا ديالهم، فهمتي. المهم بعدا باش ما نقص لكم هذا البوان، وتشوفوا الناس الاخرين اللي ما عندهمش هذه المعلومه. الفرنسيين عارفين بانهم استعمرونا وعارفين مستعمرات اخرين الى اخره. المهم قلت لكم هذا البوان، هذه القضيه ديال الجروب الثالث، المجموعه الثالثه، كيكون هو ما قادرش يتعلم ديك اللغه ودارت ليه عقده في حياته وكرهها، فهمتي. اي واحد دوا بها كيقول علاش هذاك كيعرف لا وانا لا، فهمتي. وكيبدا اتاكي. ما تدويش بلغه المستعمر. مع كامل احترامي يقدر يكون الناس كيقولوا هاد الهضره ما تدويش بلغه المستعمر، فهمتي، وما عندهمش مشكل مع الفرنسي. انا ما عنديش مشكل مع حتى لغه، لغات ديال الله اللي خلق هذاك الشيء،
فهمتي. واللغات مديرين للتواصل، وكل لغه عندها واحد الحلاوه ديالها، واحد داكشي كنقول كل واحد، كل بلاد يحتفظوا بالثقافه ديالهم، يحتفظوا بلغتهم. التنوع زوين. اما انت جاي لغتي انا بغيتي تمسحها، الاصليه اللي هي الامازيغيه بغيتي تمسحها، فهمتي، وجاي الدارجه حتى هي بغيتي تمسحها، اللي هي واحد اختلاط ما بين اللغات، تخرجت لنا هذه اللغه الدارجه، وانا كنقول لغه وغنبقى نقول لغه تنموت، وتجيب لي لغه ديال ثقافه اخرى كوميم. شي الدل، فهمتي. هذا بالنسبه لي دل ودونيه، فهمتي. يعني بلا ما بزاف كيدوب فرونسي ولونغلي، او فيف لو ماروك، الله يخلي لنا حتى مغربي. تي با ماروكان، فوالا، tu n'es pas marocain pour moi، انت ماشي مغربي، فهمتي. مادام انك كدوي مع ولاد بلادك بالفرنسي، انا ما عندي مشكل مع حتى لغه، تعلم لغات العالم كلهم، ولكن التواصل، فهمتي. وفي نهايه المطاف انت حر تدوي مع المغاربه، ولكن هادشي كنوعي الناس، فهمتي. كل واحد حر يدير اللي بغا، انا كنوعي الناس لسلامه وصحه المجتمع ديالنا، وباش نحافظوا على ثقافتنا الى اخره. وشابو الناس اللي حافظوا على الامازيغيه وباقين. هاد القضيه ديال اللغات تلقاو بان عندنا من جدودنا عندهم مشكل في هاد القضيه، انهم منفتحين بزاف على ثقافات اخرى لدرجه انهم فرطوا كاع في لغتهم. جاو العرب، ها واحد كميشه ديال العرب مشات اللغه، مشات. جاو فرنسيين، مشات اللغه، خرجت لنا الدارجه. دابا غنبقاو عاوتاني نفاتحوا ويجيو المشارقه، بداو كيجيو بزاف، غتلقى خرجت لنا عاوتاني من هنا 100 عام ولا 200 عام شي لغه اخرى ما كايناش، وهما لغاتهم باقيين. اكيد كان تطور، الفرنسيه تطورات، لونغلي تطورات، لونغلي ديال شحال هادي ماشي هي ديال دابا الى اخره، ولكن راه اللغه نفسها بحال العربيه هي تطورات. كاين اللي يقول لي لا انت عنصري وما عندكش ما حامش العربيه. لا، العربيه فوق راسي، ولكن علاش فوق راسي؟ راه لغه كباقي اللغات. فوق راسي العربيه ديال القران، حيتاش مادام الله اختارها الا الحكمه، والحمد لله انا اظن انني عارف ديك الحكمه علاش الله اختار ديك اللغه. ماشي حيتاش هي احسن لغه، ولكن هي اللغه اللي كانت توافق الرساله الاخرى، فهمتوا. يعني هي اللغه اللي كانت توافق الرساله الاخرى، وهي اللي تقضي الغرض. الله ما عندوش هذيك القضيه ديال هذا احسن من هذا، هو اللي خلقنا. انا حليت عيني لقيت راسي شلح، واش انا اللي اخترت نكون شلح؟ الله اللي بغى. ما يمكنش الله يفرد شي حاجه هو اللي اختارها ويقول هذاك العربي احسن من الشلح. الله ماشي عنصري. المهم عنده كلشي بحال بحال، نكونوا واقعيين. يعني هذيك اللغه غير وسيله الله استعملها، كان بامكانه يدير لغه اخرى، ولكن لا تقضي هذاك الغرض. الميساج داكشي الكتب الاخرين ما كانوش بالعربيه، اللي كانت بالعبريه، اللي كانت بالاراميه، اللي ما عندها علاقه الا بغينا نمشيو ندخلوا لكم العنصريه، انا ضد العنصريه، حيت القران ضد العنصريه. راه كاين فين اولوا شي ايات كيف ما كيأولوهم شي ناس، نقول لكم ما شكون هما احسن بشر عند الله وداك الشيء، ما نمشيو في التخربيق وفي التاويل وكذب على الله وداك الشيء، راه ما كاينش. هادشي باش نحيدوا حتى هذوك الناس متعصبين، شي بزاف جاو سبوني في لي كومونتير شليحه وداك الشيء، هما ما عارفينش راسهم يمشيو يديروا تحليل الاب دي ان يلقاو راسهم تما شلوح. المهم للاسف الجهل هذا كارثه، الجهل. على اساس انه هو تقول سير عند الخليجيين، سير عند السواعده وافتخر بهم وبدا تحتفل بالاعياد ديالهم وداك الشيء، صافي هذوك هما العرب. راه المصريين كيقولوا نحن لسنا بعرب. الشام، سوريا وفلسطين والى اخره ليسوا بعرب. شام، اهل الشام معروف، هادشي. العراقيين كذلك الى اخره. مابقاوش نكذبوا على ريوسنا، كانوا حضارات تما، كل وحده كانت حضاره، فهمتي. كوميم هنا حتى هي كانت حضاره. انا ما بغيتش انا نبقى نقسم ونبقى ندير، حنا كلنا خوت في الاسلام، فهمتي. حنا كنا خوت قبل من الاسلام في البشريه. يعني انا خويا هذاك فرنسي خويا، مادام انه ما كيأذيش الناس وسميتو وداخل في السلم، هذاك خويا الى اخره. الميريكاني الى اخره، ما عنديش هادشي اللي علمني الله. انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهو قال شعوب وقبائل، يعني شعوب مفرقين ثقافتكم. والقبائل قبائل في هنا المراكشي ثقافته راه ماشي بحال الكازاوي، فهمتي. حنا تشا تشا تشا، هما اش بيتي طنجيه العمسي، كل واحد. والله بغانا نكونوا خوت ونتلاقاو ونتعارفوا، ورغم ذلك كتلقى في نفس البلاد هنا كيتقسموا مع خوتك الجزائريين، مقسمين مع افريقيا هذوك اللي تحت مقسمين، مع اوروبا مقسمين. الشيطان يعني تابع خطوات الشيطان باش يخلينا ديما في حرب، وديما المقاتله والكره والحسد عافاكم. الناس اللي ما باغيش تعجبهمش هاد الهضره، ها انتم ديروا ديسلايك وبقاو تكتبوا الكومونتير باش الفيديو ينتشر، فهمتي. ملي التفاعل
ينتشر الفيديو. المهم قلت لكم هذوك الثالثين عندهم عقده من الفرونسي باش ما كيعرفوش لها باش نساليو. دابا خرجوا واحد الناس جداد اللي هما كيدويو بالونجلي، وكيقول لك انا لا دابا علاش ملي كتقول لي دوي بالدارجه راه لا لا راه نقول لكم راه غباء مع احترامي للاشخاص، الفعل غبي. ان حيت علاش ملي انا ملي دويت مع واحد الاجانب ماشي فرنسيين داروا بحالك كيفاش زعما واحد فرنسيه من اصول طليانيه تلاقيت معاه كانت هنا في كازا دوينا كانوا الناس سميتو في هذاك المجمع قالت لهم ما عرفتش علاش المغاربه سمعوا باش تعرفوا كيفاش كيشوفوكم اللي كيدويو بالفرنسي ولا بالانجلي بحال هكا قالت اقسم بربي العزه ما تقولش هذاك باش يعطي الحجه ويعزز الاطروحه ديالو والفكره ديالو كيبدا يكذب. وهادشي عاجلا واجلا تعيشوه تلاقاو مع واحد القوره يشوف فيكم شوفه طايحه. ياك انت باغي دوي اللغه الاجنبيه باش تبان في عينيه كبير والله لا تبان في عينيه صغير، عزها تعزك من الاخر. قالت لي بحال هكا قالت لينا حنا كنا جروب ما عرفتش علاش المغاربه كيدلوا بحال هكا كيدلوا يعني كيطيحوا من قيمتهم اللي كيشوفوا اجنبي وبداو كيقولوا لا راه لوسبيتاليتي وداك الشيء الضيافه والكرم. قالت لهم لا فرق كبير. قالت لهم الطريقه كيفاش كيدوي معاك الطريقه كيفاش كيدوي معاك كيطيح من راسو بزاف. قالت لهم هذيك ماشي كرامه ماشي وهي مسلمه هذه مسلمه ودايره الخمار ماشي النقاب يعني خمار مزوجه مغربي هكا بحال هكا والده مع بنيه. يلاه انا ملي قالتها لي بديت كنضحك قلت لها حيت انا عارف كنشوف راه بزاف على تقول لي حسن ضيافه وكرم وداك بزاف. وهادشي تشوفوه ماشي غير مع الاجنبي يعني القوري حتى مع المشارقه. علاش كدوي معاهم بلغتهم المصري كدوي معاهم مصريه. انا دابا اللي بغيت ندوي مع شي واحد من المشرق كندوي باللغه العربيه الفصحى. علاش؟ حيت الهدف ديالي يفهمني فهمتي. بامكاني ندوي مع مصريه ندوي مع بخليجيه باش يمكن ليه يفهمني حيت اللغه تواصل. وهنا باش كتعرفني بانني كنحترم اللغه العربيه كندوي معاه باللغه العربيه الفصحى وكيفهم وهو كيدوي معايا بلهجته وانا كنفهم صافي. وصل الميساج. علاش ندوي معاه زعما باش نبين ليه انا راني معلم لغتك معلم لغتك انا راه كيشوفك مدلول. الناس كيفتخروا بثقافتهم فهمتي وما يزيدوش عاوتاني يفتخروا بزاف تولي تكبر وسميتو تجي تقول يبغي يسمع مغربي كيفاش كيدوي على بلادو ويعرفوا على بزاف د الحوايج ماشي تدوي ليه بالمصريه وكيسمع حياته كلها. دوي معاه بالدارجه ما فهمكش دوي معاه باللغه العربيه الفصحى فهمتي. اللي كيعجبوني كيخلطوا ما بين العربيه الفصحى والدارجه فهمتي ولا كيدوي بالعربي بالعربيه بالدارجه فهمتوا. غتكونوا فهمتوني يعني شويه كيدرج العربيه فهمتي وكيفهمك. اللغه التواصل. المهم كي قلت لكم كيتصدموا كيقولوا لي كيفاش نتوما مغاربه كدويو بالفرنسي ما كتدخلش لهم الدماغ بحال هادشي ميريكاني كيدويو مع بعضياتهم مراكنه بالسبليونيه ما تدخلش حتى شي العبط حتى واحد شويه ديال المنطق ما كاينش فهمتي. انتحار عقلي بنادم ما تقولها لي ما يفهم والو. تخيل معايا انت غادي الميريكان كتلقى جالسين في قهوه مراكنه فهمتي وكيعرفوا يدويو بلونجلي راه مراكنه تولدوا تما راه ثقافهم ولا كيدويو مع راسهم بالسبليونيه. علاش؟ ماشي باش يبراتيكيو اللغه لا هكاك سبليونيه غندويو بالسبليونيه. ويجي في الاخر يقول لك اوني ماروكان اوني فيير دو الاقوال سهله. يمكن نقول انا مثلا اصدق رجل في العالم وكنبغي الصدق وانا اكبر كذاب. ساهل نقولها فمي ولكن الفعل هو اللي كيحكم. اقوال ساهل تقول انا مغربي وانت مغربي كتشوف فرنسي كتحس براسك لا شيء. وهذا دليل على ان هاد الاشخاص عندهم عقده الاجنبي وهادشي كيدوي عليه مصريين وسميتو كيدوي عليه عقده الخواقه. عقده الخواقه او عقده الاجنبي انك كتشوف راسك انت كعربي او واخا حنا ماشي عرب ولكن عربي باش تفهموا كمسلم قل من داك خونا. داكشي ملي كيجي هنايا الشركات المغاربيه اللي ماشي مغربيه كل كانت مغربيه تعطي قيمه لولاد بلادها
كيجي هو نيفو طايح كياخذ صالير احسن من المغربي. علاش؟ داك كيدوي لو فرونسي، كيدوي حيت كيدوي لغته. راه تخيل معايا الغباء، يعني انت تولدتي كدوي لغتك الام، هذا راه افونتاج عندك. وتكنيكمون يعني يكون مثلا انفورماتيسيان ولا شي لاعب تكنيكمون زرق تقنيا داكشي اللي خاصو يدير حتى كيدوي بالفرونسي صافي راه احسن منك. ماشي عقده هادي، ماشي كومبلكس هذا. المهم كنتمنى يكون الميساج داز. وبالنسبه لهاد الاشخاص اللي خرجوا دابا جداد اللي كيدويو بلونجلي نفس الخطا، ما تبروش ليا دوي حتى بالشينويه نفس الخطا. كدوي مع مغاربه في المغرب، انت مغربي هما مغاربه وهما ما كيفهموش ديك اللغه، كدوي معاهم ديك اللغه. وبالاخص كتلقاه داير فيديو في يوتيوب والعنوان بالعربيه، كتدخل كتلقى نص الهضره بلونجلي ولا نص الهضره بالفرنسي. ها انت غتحيد تمسح وكتب العنوان بلونجلي، ولا كدوي بالفرنسي كتب العنوان بالفرنسي باش بنادم ملي يدخل راه شايف العنوان. فهمتي؟ العنوان بلونجلي يعني الهضره بلونجلي. ديك الساعه دويتي كلمات بالدارجه دبر راسك. ديك الساعه الا جاو عندك مراكنه فهمتي يكتبوا لك حتى كتخربق، ديك الساعه تولي ما عارف انت واش توجه للمغاربه. هذه نصيحه للمغاربه، تشوفوا باش هكا نحافظوا على ثقافتنا. تشوف عنوان بالعربيه وتدخل كتلقاه كيدوي بالفرنسي، وخلينا دوك بعض المرات انا كنلوح كلمات بالفرنسي راه فهمتوني، انا كنحاول نلح الكلمه بالفرنسي هذاك الشيء الكلمات التقنيه كنحاول نترجمها دغيا بالعربيه باش كاين الناس ما كيفهموش الفرنسي ومن حقهم ما يفهموهاش، ما ملزمينش هما يتعلموها. فهمتي؟ ماشي شي حاجه الا تعلمتي اللغه، راه كاين ناس ناجحين في حياتهم بلا لغه، عارفه الدارجه السلام عليكم وداير داكشي اللي ما دارش هذاك اللي بسبعه اللغات. كونوا عمليين. الا بغيتي تاخذ شي حاجه من الثقافات الاخرين زوين، هادشي اللي قال لنا الله خذ، بحال المراكنه العملي. دوش ليا الزواق وداكشي. الفرنسيين عندهم ديك الزواق، خاصك تكون لابس مزيان وتكون كتعرف تهضر باش يحترمك. الامريكاني اش كتعرف دير؟ قضي لي الغرض، واخا تكون زيزون قضي لي الغرض. قضيتي الغرض شابو، هاك فلوسك السلام عليكم انت كاين مره اخرى نخدم معاك. اما داك الفرنسي خاصك تجي ليه بطوموبيل واعره وتجي تجلس ليه وتبقى تطلق عليه البوخ الهضره وسميتو، وانت راه ما في يديكش الخدمه نول زرق زيرو. فهمتي؟ تعجبو يثيق فيك هاك بروجي بغيت تخدم معاك عنده الكاريزما. اش دير لك الكاريزما؟ كيعرفش الخدمه ما كيتقاش خدمته كارثي. هما كيعجبوهم داكشي. ملي تجي دابا مثلا غتلقى في امريكان كيجي واحد مثلا واحد الكونفيرونس وسميتو وجايب شورط وتيشيرت وصنداله ديال الصباع، مليونير خونا. هذه ما تلقاهاش غير تلقاها في امريكان او في الدول اللي عندهم عقليه انغلوفونيه. فرنسا يضحكوا عليه ما يمكنش. يقول ليه انت ما جايش باللبس ديال اللي يليق بهذا المقام، خاصك تجيب مكستر. فهمتي؟ يكون داك الشيء فهمتي كلاس. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، ان بنادم راه حتى اللي كيدوي بلونجلي راه المشكله ماشي العذر ديالو مش كيقول لك لا دابا حنا كندويو لونجلي باش نفرضوا على دوك اللي كيدويو بالفرنسي ما يبقاوش يدويو بالفرنسي. علاش ما تدويش بالدارجه وتقاطعوا نتايا؟ اي واحد كيف ما قلت لكم العنوان يبان لكم بالفرنسي ولا بالونجلي بالعربيه وكتدخل كتسمع كيدوي بالونجلي، يعني كيكثر من اللونجلي لدرجه انك ما كتفهمش باغي يقول، ما كتفهمش المعنى، ضاع عليك المعنى. اخرج وديزابونا السلام عليكم، كتب ليه في كومونتير انا ديزابونيت نظرا لانك كدوي بزاف بالونجلي ما فهمتش، سمح لي بادب باش توصل لي الميساج بانك راه هذاك الفيديو دخلنا ليه حيت بالدارجه بغينا نستافدوا بالدارجه. فهمتي؟ راه بعض المرات راه كتكون فاهم لونجلي وسبحان الله الميساج كيدوز لك بالدارجه احسن بلغتك الام. بغيت نسمعوا بالدارجه ما بغيتش نسمعوا بالونجلي. حر ولا ماشي حر؟ حر انت حر وانت انا حر. ديزابونا ونكتب ليه السبب ونمشي. الاول دار الثاني ملي يشوف هو بزاف الناس كيديروها وتولي واحد فهمتي واحد الصيحه باش ما نقولوش طوندونس. المهم فهمتوا واحد الصيحه عند الناس كلهم. بنادم ما يضطر انه يولي كاع يولي يخطا. كاين اللي صاحب مولف كيخدم بها كيبقى يخرج ليه لونجلي ولا الفرنسي كتخرج ليه دغيا يترجمها ديريكت. فهمتوا البلان؟ يقولوا يترجمها ومن انت تتعلم. فهمتي؟ هذيك الكلمه كتسمعها وكيترجمها كتسمع ديما كتسمعها وكتسمع الترجمه ديالها انت كتعلم. ومزيانه لك انت مع البراني. انت خاصك تتعلم لونجلي مزيانه لك. الا بغيتي تتعلم لونجلي بغيتي تتعلم الشينويه هذاك الشيء اللي انت شوف انت بيزنس ديالك شنو خاصك.
فهمتي وصافي. هذه خلاص هادشي هذا هو الواقع في العالم كله. الصبليوني راه كيدير فيديو بالصبليونيه كيدوي مع الناس بالصبليونيه. انا تصدمت ملي كنت كنشوف كنتفرج في القنوات راه ما كاينش، ما كاين حنا المصريين كنتفرج فيهم كاين حتى هما كيبقاو يدويو بلونجلي، كاين شي وحدين فيهم حتى هما وعندهم هذا المشكل كتلقى ناس حتى هما كيبداو يقولوا ما تبقاوش تدويو بلونجلي وداك الشيء وافتخروا بلغتكم. نفس الشيء عند العريبان الخليجيين كذلك كيديروا كوارث. بحال عقلت واحد الدريه تحيه من هنا ملي قالت لهم جو مو ديرونج، انت حطيتي راه انت ما كتعرفيش الفرونسي داك دوي باش تباني راقيه عقده. وهذا الشيء كيتاثروا به الشباب بالاخص دابا شحال هادي ما كانش دابا انتشار بزاف فيديو غير فيو وهذا الشيء منتشر بنادم كيتاثر. دابا كيجي لك في بودكاست وكيبقى باسكو درنا الام في بي ديال السي في بي ديال سميتو ودرنا واحد ريزينا واحد سميتو الاماونت اوف ماني باش كيبان زعما هو راه مستيلي داك الشيء فهمتي. راه ما فهمكش هذاك خونا المغربي اللي وكدوي مع مغاربه وهذوك كلهم كلمات تقنيه. تقدر الام في بي تقول ليه بانه هو اقل واحد المنتج اللي تقدر تصيب وتبدا في السوق تشرح ليه وتقول ليه راه هو الاختصار ديالو ام في بي وتشرح باش تبان واعر وانت كتبغيهم ما يفهموش باش حيت بنادم سبحان الله فينا هكا ملي شي واحد كيقول شي حاجه وانت ما كتفهمهاش كتصحابو ما عرفت كيطير مع الطيور. راه كلمه ماشي ديك كلمه حروف حطهم مع بعضياتهم تمشي تقلب في جوجل تلقى المعنى ديالهم وانت تولي تقولها حموضه هادي قيلونا دخلنا عليكم حتى لا قالها لك بالعربيه تجي عادي. اول منتج اقل منتج يمكن لك تبدا به لا ملي يقول لك ام في بي فهمتي وريزين الماني ماشي دبرنا على فلوس من عند المستثمر فهمتي. دبرنا على فلوس من عند المستثمر ما جاتش فهمتي. اجي ناقصه خاصو هو يقول لك ريزينا واحد فهمتي خدينا واحد الانفستمنت. انا وصلت الميساج نتمنى تكونوا فهمتوا الميساج وبداو من نفوسكم. الا كان شي واحد ما تاخذش العزه بالاثم فهمتي تعلم اللغه تكون واعر وخبي. وانا تلاقيت مع ناس بحال هكا كنحترمهم كيكبروا في عينيا كنبقاش كاع نشوف واش كيقرا ولا شي ديبلومات عنده كنعرفوا بانه راه عارف وفاهم وكيدوي بالدارجه. وتخيل معايا كيدوي مع واحد بلونجلي ولا كيجاوبو بالدارجه. ياك انت مغربي ما نقولش دوي بلونجلي فهمت كاش قلتي نجاوبك بالدارجه. السلام عليكم. هذا ما كان. ونتمنى الا كان كيتفرج فيا شي شليح نشلوح حيت هاد الشلح ولات معياره كنظن انا معيار. المهم خليهم يعايروا تنوصلوا عند الله ونتحاسبوا ان شاء الله. هو راه ما عرفش راسو الشلح وكيقول لنا شلوح شليح. الناس اللي كيدويو بالامازيغيه كيف ما بغيتي تكون تحركوا برو تحركوا نوضوا اليوتيوب وقريو. راه كاين بزاف بحالي انا وسميتو اللي ما كيعرفوش يدويو بالامازيغيه نظرا لان الوالده حتى هي ما تعلماتش جده ما علماتهاش دونك هي ما تعلماتش ما علماتناش وغادا وبنادم عادي كيميك ما كيعتبرهاش بان شي حاجه مهمه ولا هي شي حاجه مهمه فهمتي. حيت ماشي حضاره كانت حضاره ماشي شي حاجه كديزا وشي تخربيقه حضاره كوميم. تقول لي راه كانت الحضاره الفرعونيه ومشات لهم اللغه ديالهم يدبروا راسهم مشات لهم لغتهم هذوك حرين هما مفرطوا فيها فهمتي. علاش نرجعوا لنفس سميتو العقده ديال الاجنبي كيجي واحد صافي كيمحيك كيمحي لك الهويه ديالك حيد لك ثقافتك حيد لك كلشي ولا كيقول لك انت عربي. دابا هما بزاف المصريين كيعتبروا راسهم عرب هما ماشي عرب فهمتي. وكاين واحد الفئه منهم عارفين كيقول لك حنا لسنا بعرب. المهم واللغه كتبقى لغه يعني غدا انا يجي عندي هادشي طرات مع العربيه وطرات مع الفرنسي. ملي جاو الفرنسي استعمرونا هما باقي مستعمرونا في العقليه. هما الناس باقيين كيدويو الفرنسي وعندهم فرنسيه ماشي حاجه راك مستعمر. يعني انت تقول لي انت كتنتقد في اللغه العربيه ما انتقدش في اللغه العربيه انتقدت في الفكره ديالك انك كتستعمر. الله ما قالش لك قال لك بقى انت تولدتي في ذاك علاش ماشي كفر انك تولدت انا امازيغي وكنقول انا امازيغي. واش كنعصى الله ماشي ما كنعصاش الله. واش عنصريه ماشي عنصريه كنقول انا شكون انا. انت كتكذب عليا كتقول لي انت عربي انا ماشي عربي. درت تحليل الاب دي ان انا امازيغي ما تكذبش عليا. الله بالعكس الله كيبغي الحق هذا حق ماشي كنقول لا هذوك خايبين العرب لا. فوق راسي اي واحد كيف ما بغى يكون نوعه راجل ومراه صالحين وسميتو فوق راسي كيف ما بغى يكون شي واحد خايب والله يجعلهم يكون خويا في الدم موسخ هذاك نمشي بحالو ما عندي ما ندير به.
هذا هي الشيء اللي علمنا الله في القران. مابقاوش نكذبوا على ريوسنا. دابا بحال الشكل ديال كيف ما كنتقد انا اللغه الفرنسيه اننا خلينا دخلت من لغتنا وتخلطات الى اخره، كذلك كنتقد هذوك اللي سمحوا العرب يدخلوا يحيدوا لنا الامازيغيه. علاش الله ما قالش ما قالش لك فرط في لغتك، بقى دوز الامازيغيه وتعلم العربيه، فهمتي، وقرا القران وعبد الله وكل شيء، ما حبسك حتى واحد. ولكن باش تفرط في لغتك غير هكاك على قبل لغه اخرى كانت فرنسيه ولا عربيه ولا لا، ضد انا هذه الفكره. لا، علاش يتحيد؟ وهذا الشيء كانت كديروا فرنسا فما كتدخل شي دوله كتستعمرها كتبغي تمحي لها الهويه ديالها. السلام عليكم، يلا سلامه، نتمنى تكونوا استفدتوا. ندير واحد لعبه صافي وليت كنديرها مزيان. يلا السلام.